تعالى بقى ما نتكلم شويه عن الايفون 16 برو والبرو ماكس. بدايه كده عندك ديزاين جديد بلون جديد تماما مسمينه ديزرت تيتانيوم، بالاضافه لثلاث الوان تيتانيوم اللي هو الاسود والابيض والناتشرال تيتانيوم. والتيتانيوم هنا من نوع الجريد 5، واللي بيقول لك ان هو نص الوزن بتاع الستانلس ستيل. فالتليفون هيكون خفيف جدا، ومش معنى ان هو خفيف فهو ضعيف، لا، هو بيكون اقوى واكثر مقاومه للخدش من الجريدز الاقل في التيتانيوم، مع حجم شاشه 6.3 انش في النسخه البرو، والبرو ماكس 6.9 انش، حجم شاشه عملاق، واللي بالمناسبه ده اكبر شاشه موجوده في اي ايفون، مع سيراميك شيلد والبروموشن 120 هرتز، واصغر حواف موجوده على اي تليفون. عندك هنا زي كل سنه اقوى معالج في العالم هو الاي 18 برو، اللي برضه بيجي بمعماريه 3 نانومتر تكنولوجي في التصنيع، مع كميه تحسينات رهيبه جدا في السي بي يو والجي بي يو. اسمع بقى الكاميرات، عندك كاميرا وايد اساسيه بدقه 48 ميجا بكسل، مع كاميرا الترا وايد 48 ميجا بكسل برضه، مع كاميرا تيلي فوتو بتعمل زوم حتى 5 اكس بدقه 12 ميجا بكسل. تعالى بقى في تصوير الفيديو، واللي كان مركزين بشكل كبير جدا جدا على التصوير السينمائي بالذات، وجابوا كده مشهد فيه 2 شخصين بيتحركوا سلو موشن، وكميه بقى انفجارات بقى وضرب نار وراهم، في حوارات كبيره قوي والله في الموضوع ده. طب يا عم، وبعد الليله دي كلها قال لك بص احنا بقينا نصور 4K 120 فريم سلو موشن سينماتيك مود، فاللي هو انت قاعد مش مصدق انت بتتكلم ازاي يا عم انت. ضيف على كده كمان ان انت مثلا بعد ما صورت المشهد 120 فريم وروحت البيت وجي مثلا طبت في دماغك كده لا انا عايزه 60 فريم، انا عايزه 30 فريم، عادي جدا هتعمل كل الكلام ده من خلال الابلكيشن بتاع التليفون، مش هتاخد بقى الفوتج تنقلها على برنامج وتبدا تعدل في الفريمات. موضوع بسيط جدا يعني، انا مش عايزك تشيل هم اي حاجه. حتى الميكروفونات ما سابوهاش في حالها، عندك دلوقتي 4 مايكات كواليتي ستوديو بيقدروا يطلعوا كميه كواليتي في الصوت انت ما تتخيلهاش، بالاضافه لشويه اوضاع في الصوت كده زي السينماتيك او الان فريم او الاستوديو، واللي تقدر تتحكم في اي واحد فيهم بعد ما تصور المشهد وتروح البيت برضه، يعني عادي الموضوع برضه بسيط ما تقلقش. عندك برضه زرار الكاميرا كنترول، نفس الفيتشرز اللي موجوده في ال 16 هي نفس الفيتشرز اللي موجوده فيه، مفيش اي حاجه جديده. الكلام اللي فات ده كله مبني على الابل انتليجنس، وهو الذكاء الاصطناعي بتاع ابل، واللي بيتبني بشكل كبير جدا على الايفونات السنه دي، واللي بسببه انت شفت كل المميزات اللي فاتت دي. اما عن البطاريات فبرضه ما اعلنوش عن الحجم بتاعها ايه، بس قالوا ان هي كبرت. الاسعار وهي $1000 للايفون 16 برو و$1200 لل 16 برو ماكس. ما تنساش تشاركني رايك في الكومنتس عن الايفونات الجديده، واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.